اهلا وسهلا بيكم. معاكم مصطفى غلاب، والنهارده معانا سنيكر المفروض من افشخ السنيكر اللي نزلت 2025. بس اخد بق ميه الاول عشان الريق ناشف كده، فاهم؟ السنيكر ده كنت مستنيه من بدايه السنه اول ما اعلنوا عنه. بعد كده بالحظ الجامد انا عارف ان هو ليميتد جدا، دخلت على السنيكرز اب وقدرت ان انا اجيب الشوز ده بالريتيل برايس. دي كانت حاجه حلوه جدا. السنيكر ده هو تعاون مع ليفايز يا جدعان. ليفايز بتاعت الدينم جينز، اكيد طبعا عارفينها. النايكي والليفايز، ليفايز في كل حته، فاهم؟ يعني الفايز في كل حته وكله تمام جدا. وبقول لك ان السنيكر ده كولابوريشن مع ليفايز ونايكي. طبعا البوكس ده بتاع الاير ماكس العادي، بس بدل اللون الاورنج جايبين اللون الاحمر اللي هو بيكون موجود او الليفايز بتستخدمه. بس تعال نفتح الصندوق ونشوفه عامل ازاي من جوه. الصندوق لو انت واخد بالك هتلاقي الجاي فيه الدولار بيل او اللي بيبقى موجود في ليفايز جينز. لو انت اشتريت ليفايز جينز هتلاقي من ورا بيبقى موجود فيه اللي بيتربط فيها الحزام، حاجات بتاعت ليفايز يقول لك this is the pair و this is the collaboration مع نايكي وكل الكلام الحلو ده. مش وحشه على فكره، حلوه، بتبين تاتش ان ده تعاون يا جدعان. ده مش حاجه كده ورقه وخلاص، جامد جدا. بس قبل ما افتح الشوز وتخشوا فيه يا جدعان، نسيت اقول لكم ان ده مش اول تعاون اتعمل ما بين نايكي وليفايز. اول تعاون نزل 2017 وكان في الجوردن 4، وده كان قالب الدنيا جدا. ما كانش حد عارف يجيب السنيكر ده، الريسيل برايس بتاعه كانت عاليه قوي وكان ليميتد جدا، لانه ليفايز شركه من الشركات الكبيره جدا ونايكي في امريكا، فجاينت امريكان كومبانيز عملوا كولابوريشن مع بعض. دي حاجه كبيره جدا. نزلوا 3 الوان، كان اللون الدينم اللي هو الازرق، الجينز الازرق، والجينز الاسود، والجينز الابيض اللي ليفايز برضو بتعمل منهم جينز عامه، والماتيريال بتاعته جايه من الدينم. فعملوا في نفس الاير ماكس ده 95، عملوا منه 3 الوان ونفس ال3 الوان، تمام؟ بس اللون الازرق اللي هو شبه الجينز اللي احنا متعودين عليه، اللون الازرق بتاع الجينز ده نزل في ستورز بتاعت ليفايز لانه هو اكسكلوسيف شويه وكمان ليميتد. فالابيض والاسود اللي هو معانا النهارده دول نزلوا على السنيكرز اب. دخلت على الاثنين، حظي جه في الاسود، انا كنت عايز الاسود اصلا فقشطه. فكده كده انا مش هعرف اجيبه بالريسيل لانه سعره اغلى شويه من الريتيل، يعني ممكن محتاج تدفع 120 يورو زياده عشان تعرف تجيبه. فانا كنت مبسوط كده ان هو جه، بس دي حاجه عكننتني فيه، فهحكي لكم عليها وهتشوفوها دلوقتي وتقولوا رايكم. برضو في ليفايز ستور نزل معاه الدينم جاكيت والبنطلون الجينز اللي من ليفايز، وكان عليهم النايكي تشيك، كانوا جامدين بصراحه، عاجبني جدا. الستورز كان عليهم ضرب نار، كان عليهم ناس كتير جدا، الريليز ده كان عليه هايب جامده جدا. انا لما جبت بقى اليوم الاصدار اللي فيه اللي هو يوم الجمعه اللي فاتت، يوم 11 او 10، لما جبت الاصدار ده، لما جالي كلمه جارم انا فرحت جدا والفلوس سحبت من البنك. قلت مش مهم، انا عايز الاصدار ده وعاجبني الشوز وانا عايز سنيكر اسود يكون عندي. انبسطت بيه جدا، فاهمني؟ ومستنيه بقى على نار. المهم هو وصل النهارده. في حاجه عجبتني فيه جدا، بس هتشوفوها لان ده اللي انا طلعت الفرده الاولى بصيت عليه قلت ايه ده؟ بلاك اون بلاك، الميد سول، يعني تحس ان هو متفحم، لونه حلو جدا. انا عاجبني اللون البلاك ده، والدينم والحاجات اللي متقشره اللي فيه ده تقدر تعمل فيه كستمايزيشن كتير. زي ما عندك مثلا بنطلون مقطع تقدر تقطع بقى الحاجات دي، ما دي جينز وكذا طبقه يعني، والطبقات تخينه شويه فمش هيحمل رجل، ما فيهوش اي مشاكل خالص. فهو جاي بالدينم وجاي بجلد من ورا وجاي من قدام بكانفيس، والالوان الدرجات الالوان السودا دي ظابطه الكلام شويه، عجباني جدا. مش مخليها السنيكر يصرخ ولا اي حاجه، وقشطه كله زي الفل. دي جايه معاه برضو ليفايز ونايكي. انت واخد بالك اللي هو نايكي ليفايز نايكي ليفايز، احنا حاطين البراندات بتاعتنا في كل حته، كله تمام لحد دلوقتي. ليفايز من تحت الحمراء دي طبعا بتبقى موجوده في اي اير ماكس 95، بس هنا طبعا لونها احمر وحاطين فيها الليفايز. بيرفكت شوز، وانا عارف ان هو معاه رباطين جايين زياده، جامد جدا. تعالى بقى ايه نشوف الفرده الثانيه، فاهم؟ انا كنت كده عادي زيك زي ما انت بتشوف كده، وطلعت الفرده الثانيه وانا مستني حاجه، اهم حاجه. لو خدت بالك، لو كان عندك بنطلون ليفايز او شفت بنطلون ليفايز قبل كده، وهحط صورته عشان تشوفوه، بتلاقي التاب الحمراء بتاعت الليفايز اللي طالعه من الجيب اليمين، ولا عمرها تبقى في الشمال، دايما تبقى في الجيب اليمين. يعني انا مش عارف شايفينها ولا لا، هوريها لكم طبعا لو الصوره مش واضحه وانا بعمل اديت للفيديو. الكيو سي بتاع نايكي احنا عارفين اصلا اوريدي، واشتكيت يعني عن الموضوع ده ان الكيو سي بتاع نايكي دايما وحش.
يعني المفروض يكون وحش في الاصدارات العاديه مش في اصدار شبه ده. تمام. فانا حظي كان وحش في الاصدار ده، يعني ما شفتش حد على النت كاتب ان دي عنده فيها مشكله، وشفت صور كتير مظبوطه ما فيهاش اي مشكله خالص، ليفايس ظاهره. ففي ناس قالت انت مكبر الموضوع شويه، قلت لهم لا، انا دافع 205 يورو في شوز شبه ده، وده تعاون مع ليفايس. تمام. فالمفروض الراجل اللي بيبص على الكواليتي كنترول سواء كانت بنت او راجل ما يهمنيش، اوكي الشوز قشطه كله تمام، الليفايس تبع عامله ازاي؟ المفروض تكون مظبوطه صح؟ لا مش مظبوطه، خلاص شوز تاني، خلاص ده المفروض يتقطع او تروح الاوتلت بقى، يروح لاي حته ثانيه، ده ما يجيليش انا. فتقريبا ما ركزتش في حاجه زي دي، فدي حاجه زاولتني الصراحه. بس تعال نبص على الشوز تاني اكتر، لانه برضو من الشوز يعني انا عاجبني، بس دي اللي مزولاني. وعلى فكره انا عملت على فكره ريتيرن لنايكي، قالوا لي، قلت لهم انا عايز اعمل اكسشينج، انا عارف طبعا مش هينفع ابدل لان ده سولد اوت، بس انا قلت اسال ان هو هل ينفع تبدل لي الشوز ده؟ قال لي للاسف مش هينفع، ان ده اتباع خلاص، مش ما عندناش منه تاني، كله سولد اوت. فهيضطر ده ان هو يرجع لنايكي تاني، رجعوا لي الفلوس، يا اما هيودوه الاوتلت يا اما هيقطعوه خلاص وهيترمى او يدوه لاي حد. انا كان عندي استعداد ان انا اعرف ابيعه على ستوك اكس على فكره، لانه هيروح لستوك اكس هيعملوا الاوثنتسيتي، هيعرفوا ان ده ليجيت ما فيهوش اي مشاكل خالص، جايبه من سنيكرز اب وهبعته بالبوكس بتاع نايكي يعني فاهم. وكان ممكن يعدي واكسب فيه في حدود $80 زياده او 80 يورو زياده، بس انا مش عايز حد يدفع ريسيل ويجي له الليفايس كده يعني فاهم. لو هو مثلا فان لليفايس وبيحب الليفايس وبتاع ويجي له علامات الليفايس دي مش مظبوطه كده، مش هتبسط. فانا قلت ايه، ارخم على نايكي وارجعه، وبعت لهم الصوره، هم قبلوا الموضوع، قالوا لي ان ديت بور كواليتي كنترول، تقدر ترجع شوز طبعا. من تحت جامد جدا، التاتش الاحمر ده فشيخ قوي، من ليفايس في ناحيه ونايكي تشيك في ناحيه، ده دايما الكولابوريشن بيعملوا كده. الانسول جامد، الانسول طبعا هيبقى جاي احمر طبعا، انا هوريكم الاثنين. نفس فيه برضو اللي كان موجود في الورق اللي جايه معاه، وبرضو الحاجات دي تبقى موجوده برضو في الجينز بتاع الليفايس. تمام. هنا النايكي تشيك وهنا في نايكي تشيك، الناحيه الثانيه هتيجي طبعا هتلاقيها مكتوبه ليفايس، نشوفها مع بعض بالظبط كده. ده اي بي سي كولابوريشن، براند في حته وبراند في حته ثانيه. تمام قشطه. ليفايس عم بص، ليفايس هنا، ليفايس هنا، ليفايس هنا، ليفايس هنا، ولا واحده فيها مشكله، ليفايس حتى هنا فاهم. بس دي لا مش مظبوطه. ما انا هحطه اون فيت ونشوف شكله عامل ازاي، لان عايزه برضو اديله تجربه تانية. وانتوا تقولوا لي في الكومنت هل انا مكبر الموضوع قوي على الليفايس تاب ده، ولا انت لو انت اشتريت سنيكر كولابوريشن مع ليفايس دفعت فيه 205 يورو تمام، وانت شايف ان دي من الحاجات المهمه جدا وشفتها متخيطه غلط او مش جايه صح، يعني دي اهم حاجه تقريبا في الريليس، هل هترجع الشوز ولا هتخليه معاك؟ السؤال ده يعني يا ريت ترد عليا فيه، لان انا شايف في ناس تقول انا مكبر الموضوع شويه محدش هيشوف دي، انا عارف ان محدش هيشوفها، بعيده جدا تمام، بس الفكره كلها فين؟ ليه؟ يعني دي اهم حاجه اصلا في الشوز، هو ده اللي بيبان ان هو ده تعاون اصلا مع ليفايس. فيا جدعان هنحط الشوز ده اون فيت تمام، ونشوف شكله عامل ازاي، وتقولوا لي برده في الكومنت، لان ممكن اغير رايي، ممكن اكنسل الريتيرن. تمام، يلا بينا.